تحرك مفاجئ من النادي الأهلي يقلب الطاولة على الزمالك وبيراميدز داخل المحكمة الدولية الرياضية، في خطوة تصعيدية تعكس حجم الأزمة التي يشهدها المشهد الكروي المصري. كلف النادي الأهلي الشؤون القانونية داخل النادي بإعداد ملف شامل ومتكامل حول أحداث مباراة القمة الأخيرة، وتقديمه إلى الاتحاد المصري لكرة القدم تمهيدا لإرساله إلى المحكمة الدولية الرياضية. هذا القرار يأتي في ظل حالة من الاحتقان الشديد بين الأندية، خاصة الأهلي واتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، على خلفية قضايا التحكيم وتطبيق اللوائح. ملف الأهلي تفاصيل دقيقة وتوثيق شامل. يسعى النادي الأهلي من خلال هذا الملف إلى توثيق كافة التفاصيل المتعلقة بأحداث القمة وما صاحبها من جدل تحكيمي وتنظيمي. لن يقتصر الملف على أحداث المباراة نفسها، بل سيسعى ليشمل محاور رئيسية تعكس الأزمة الحالية في كرة القدم المصرية، وأبرزها الصراعات بين الرابطة واتحاد الكرة. يتضمن الملف تفاصيل حول الصراعات الجارية بين رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصري لكرة القدم، وتأثير هذه الصراعات على سير المسابقات المحلية وقرارات التحكيم. ويرى الأهلي أن هذا التضارب في الصلاحيات أثر سلبا على استقرار الكرة المصرية، ورفض الطلب الأهلي في ظل شكاوي الأندية من التحكيم. سيبرز الملف الخاص بالنادي الأهلي رفض اتحاد الكرة لطلب النادي الأهلي الاستعانة بحكام أجانب في مباراة القمة، على الرغم من الشكاوي المتكررة من العديد من الأندية بخصوص الأداء التحكيمي في الدوري المصري. سيتم تقديم أمثلة موثقة لهذه الشكاوي لتأكيد وجود أزمة تحكيمية فعلا، لائحة الأندية، وتأكيد أحقية الحكام الأجانب. سيشدد الملف على وجود لائحة للأندية التي تؤكد أحقية النادي في طلب حكام أجانب لمباراة بحجم النادي الأهلي ونادي الزمالك. وسيعتمد الأهلي على بنود هذه اللائحة لإثبات أحقيته في هذا الطلب اللي هو حكام أجانب، وأن رفضه يمثل خرقا للوائح والقوانين المنظمة. دوافع النادي الأهلي تصعيد لحماية حقوقه. يأتي قرار الأهلي بإحالة الملف إلى المحكمة الدولية الرياضية بعد سلسلة من الاحتجاجات والبيانات التي أصدرها النادي للتعبير عن استيائه من الأوضاع الراهنة. ويهدف الأهلي من هذه الخطوة إلى حماية حقوق النادي. يرى النادي الأهلي أن حقوقه قد تعرضت للانتهاك، وأن اللجوء إلى المحكمة الدولية الرياضية هو السبيل الوحيد لضمان تطبيق العدالة وحماية مصالحه. تصحيح مسار الكرة المصرية. يطمح النادي الأهلي من خلال هذا التصعيد إلى الضغط من أجل تصحيح مسار الكرة المصرية وإعادة الانضباط وتحقيق اللوائح والقوانين بحذافيرها لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية وإرساء مبدأ الشفافية والعدالة. يهدف النادي الأهلي أيضا إلى إرساء مبدأ الشفافية والمساءلة في إدارة كرة القدم المصرية، والتأكيد على أن الأندية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام القرارات التي تراها مجحفة أو غير عادلة. تداعيات متوقعة. من المتوقع أن يكون تداعيات واسعة على المشهد الكروي المصري. فقط يفتح هذا الملف الباب أمام مراجعة شاملة للوائح المنظمة، وقد يدفع الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية إلى إعادة النظر في العديد من سياساتهم وقراراتهم، كما قد يؤدي هذا التصعيد إلى زيادة حالة من التوتر بين الأندية والجهات المسؤولة عن إدارة كرة القدم في مصر. يتم الآن والأنظار تتجه نحو الاتحاد المصري لكرة القدم
لمعرفة كيفية تعامله مع هذا الملف، وما إذا كان سيقوم إرساله إلى المحكمة الرياضية بالفعل في خطوة من شأنها أن تحدد ملامح الفترة القادمة في تاريخ الكرة المصرية. طبعا ده الملف بتاع النادي الأهلي الخاص بمباراة القمة. الأهلي يصدم بيراميدز قبل إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. تلقى نادي بيراميدز صدمة قوية في خصم استعداده لخوض إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تمسك الجهات المنظمة بعدم تأجيل مواجهة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا المقررة يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز وسط ضغط متصاعد من إدارة النادي الأهلي من إدارة نادي بيراميدز لتعديل الموعد. وكشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق في تصريحات إذاعية عن تفاصيل الأزمة قائلا: بيراميدز يطالب بتأجيل مباراته أمام سيراميكا بسبب ارتباطه الحاسم بلقاء الإياب أمام صن داونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهي مطالبة قد تكون منطقية، ولكن السؤال متى سيتم التأجيل في ظل ازدحام جدول الموسم والتزامات الأندية الأخرى وعلى رأسها النادي الأهلي. أضاف شوبير: الأهلي يستعد بدوره للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم للأندية، وهو ما يعقد من إمكانية إيجاد موعد مناسب، خصوصا أن بيراميدز أيضا مقبل على مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر. وتعيش إدارة بيراميدز حالة من الغضب بعدما رفضت الجهات المنظمة حتى الآن تأجيل المباراة المرتبطة أمام سيراميكا، وهو ما اعتبره البعض تقليلا من فرص الفريق في الاستعداد بالشكل الأمثل لإياب النهائي القاري. وكان بيراميدز قد تعادل في لقاء الذهاب بنتيجة 1-1 أمام صن داونز، ويكفيه التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة في الإياب للتتويج بأول لقب قاري في تاريخه. وفي المقابل يسير النادي الأهلي بخطى ثابتة نحو حسم لقب الدوري المصري الممتاز، حيث يكفيه الفوز في مواجهته القادمة أمام فريق فاركو الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري متوقع من أنصار القلعة الحمراء. وفي حال انتصار الأهلي على فاركو يقترب الفريق بشكل كبير من التتويج بلقبه المحلي المفضل قبل شد الرحال إلى الأراضي الأمريكية للمشاركة في كأس العالم للأندية. وفي انتظار قرارات حاسمة من اتحاد الكرة لتجنب تفجر الأزمة وتصاعد التوتر في الأسابيع الحاسمة من عمر الموسم الحالي. طبعا دي كانت كل أخبارنا النهاردة عن النادي الأهلي والملف بتاع النادي الأهلي الخاص بالنادي الأهلي في المحكمة الرياضية الدولية بخصوص مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك وشير عشان يوصلك كل ما هو جديد عن النادي الأهلي.